السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. أنا مش طالعة أسعر النهاردة منتجات، يعني أنا مش طالعة أسعر أقول تسعير الشرق بكام وتسعير النواعم بكام، لأ. أنا طالعة عارفين كده اللي بيكشف أسعار السوق، اللي هو الدنيا في الرينج بتاعنا كام. فتعالوا نشوف مع بعض أخبار الأسعار بتاعة طبعًا أهم حاجة هي الزبدة والسمنة، عشان خاطر الشرق بتاع رمضان وعلشان خاطر النواعم بتاعة العيد. التسعير دوّة بأمر الرحمن هيبقى شغال بشكل أساسي على الزبدة البقري، الزبدة الجاموسي، السمنة الجاموسي، الزبدة النيوزيلندي، الزبدة الخليط، السمنة الخليط، السمن النباتي، السمنة الجاموسي، تمام؟ وطبعًا بنت الناس يعني الشيراتون. أول حاجة دايمًا هاقول لِك بيتراوح من كام لكام ومتوسط السعر كام. يعني أول حاجة بالنسبة للزبدة مثلًا، هنمسك الزبدة بتاعة فِرن متوسط السعر 140، ممكن تلاقيها عند حد ب135 لو بتجيبي بأسعار جملة، وأغلى سعر ليها في السوق هو 150 جنيه. الزبدة بتاعة جنة وكريستال في نفس الرينج بتاع الفِرن 135 140، ده آخره بالنسبة لجنة وكريستال وكمان زبدة أميرة. طيب سمنة روابي ب130 جنيه الكيلو، من 125 جنيه ل130 جنيه الكيلو. ما حدش يقول لي أنا باجيبها اللي ب110، 110 دي مش سعر الكيلو، 110 ده سعر ال750 جرام، أنا باتكلم على الكيلو. طيب نتكلم بقى على السمنة الجاموسي. السمنة الجاموسي تتراوح أسعارها بس ماشية في نفس الرينج. المتوسط بتاع السمنة الجاموسي هو 420 جنيه. في ناس بتجيبها من اول 400 جنيه، وفي ناس بتوصل معاها لغايه 450 جنيه. ده السمنه الجاموسي. السمنه البقري لا، السمنه البقري بتنزل شويه، ممكن توصل ل 350، بتتراوح من 320 لغايه 350 جنيه السمنه البقري، تمام؟ وممكن تجيبيها ارخص، يعني انا دايما بقول كده ممكن تجيبيها ارخص، لكن انا بقول لك رينج السعر تقريبا كام. طيب اللي ده بالنسبه للسمنه الجاموسي وللسمنه البقري. نشوف السمنه بتاعه جولدن ميكس. جولدن ميكس اللي هي السمنه الخليط، السمنه الخليط. السمنه الخليط بتاعه جولدن ميكس العلبه الكيلو وربع جرام ب 230 جنيه، فيصفي معاكي سعر الكيلو الواحد 165 جنيه، 165 جنيه سعر السمنه الخليط. لما بنيجي نعمل الكنافه والبسبوسه بالسمنه العاديه النباتي او السمنه الخليط، سعر البيع في الاخر ما بيختلفش كتير، يمكن بيزيد 10 جنيه 15 جنيه في كيلو المنتج النهائي. فنصيحه، هاتي خليط بدل ما تشتغلي بنباتي ويبقى ريحه الحاجه ملهاش لا ريحه ولا نكهه ولا طعم. على الاقل يبقى ليها نكهه وفي نفس الوقت ما بتغلاش كتير عن السمنه الخليط. طيب سمنه شيراتون الكيلو من 420 ل 450 جنيه. سمنه شيراتون اللي هي بنت الناس النيوزيلندي الطبيعي، الكيلو من 420 لغايه 450 جنيه. الزبده، انا عندي زبده بلدي، في منها بقري وفي منها جاموسي. الزبده البقري من 320 ل 330، الزبده الجاموسي 350. الزبده، في زبده اسمها زبده حلوب، تمام؟ اللي هي حلوبه، اللي في العلبه المغلفه دي، بتبقى نيوزيلندي 475 جنيه، ب 475 جنيه سعر الكيلو. في زبده اعلى منها شويه في السعر اللي هي زبده روتانا، برضو نيوزيلندي، بكام؟ ب 520 جنيه. في بقى التوب اللي هي مين؟ اللي هي فونتيرا اللي هي النيوزيلندي الاصلي، بكام؟ ب 600 جنيه. بس هتلاقيها بتتراوح من 560 جنيه لغايه 700 جنيه. هتقولي لي طب الفرق الفظيع في السعر ده ايه؟ اقول لك في حد يد اول، في حد يد تاني. في عطارين واماكن مستلزمات بتجيبها بكميات، فبتعرف تاخد سعر جمله حلو، فتتباع عندها ب 560 لغايه 600. في ناس قطاعي على بال ما بيوصل لها الحاجه بيبقى من يد ليد، فبتوصل معاها السعر لغايه 700 جنيه. تمام. طيب، بالنسبه لزبده مزارع دينا، داخله جديد. زبده مزارع دينا يعتبر الكيلو فيها ب 500 جنيه، الكيلو فيها ب 500 جنيه. طبعا هي طبيعي 100%.
لكن لو هنتكلم عن النكهة وكده لأ، الفونتيرا طبعًا تعدّيها في النكهة وفي الطعم. المزارع دينا ما فيش منها كيلوات في السوق، في منها العبوة ال400 جرام، حتى مش مقفّلين 500. العبوة ال400 جرام من 190 ل200 جنيه، فلمّا ندرّب يطلع معاكِ سعر الكيلو 500 جنيه. لو هاقارن بينها وبين روتانا أو بينها وبين فونتيرا، لأ طبعًا هاجيب فونتيرا. الزبدة الجاموسي، إحنا قُلنا الزبدة الجاموسي ب350، لمّا بتتسيّح لو أنتِ جايباها عشان خاطر تسيّحيها مش تعملي بيها نواعم، أنتِ عايزة تسيّحيها تخلّيها سمنة وتشوفي هتعملي بيها إيه، ما بتطلّعش معاكِ كيلو، طبعًا بتطلّع معاكِ 750 جرام، من 700 ل750 جرام، والباقي بيكون إيه، بيكون اللي هي المُرتة، اللي هي الإيه، البُني اللي بتفضل من تحت الجميلة الحلوة دي. حلو الكلام، حلو الكلام. إحنا كده اتكلّمنا على أسعار المادة الدهنية، اللي هي الزبدة والسمنة بمختلف أنواعها في أكتر من محافظة، وأنتِ دلوقتي معاكِ أسعار بتاعة تتراوح من كام لكام، فبالتالي عارفة المتوسط بتاعها.